علاقة الأمير ويليام وهاري تصل لنفق مسدود. هل ستتم المصالحة؟ ما زالت علاقة الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام ولي العهد تحظى باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام، خاصة بعدما كشفه بعض الخبراء في شؤون العائلة المالكة وكذلك المراسل الملكي السابق تشارلز راي. وأوضح تشارلز راي عن أن العلاقة بين الأمير ويليام وهاري وصلت إلى مرحلة حرجة قد يصعب معها الوصول إلى المصالحة، مشيرا إلى أن الجروح التي سببتها تصرفات وسلوكيات الأمير هاري وميغان ماركل قد تكون عميقة. ولفت إلى أنه من الصعب على كيت ميدلتون وويليام التسامح بشأن ما ذكره الثنائي في المقابلات الصحفية وانتقادهم بشكل علني أكثر من مرة. وأضاف تشارلز راي خلال حديثه على قناة The Sun أن التوتر ما زال قائما بين الأخوين، وأن المصالحة يجب أن تأتي أولا من جانب هاري وميغان. وشكك في إمكانية قبول ويليام وكيت هذه المبادرة، خاصة بعد الحديث عن الأمور المؤلمة وتحديدا بعد المقابلة التي أجراها هاري وميغان في برنامج نتفليكس. وأشار إلى أن الأمير ويليام عانى خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع فقدان جدته الملكة إليزابيث الثانية ومرور والده الملك تشارلز الثالث وزوجته كيت ميدلتون بمرحلة صعبة في تحدي المرض. وشدد الحراس الملكي على أن العلاقة متدهورة كثيرا، خاصة أن الأمير هاري كان منفصلا عن العائلة في الكثير من اللحظات، من بينها رحيل الملكة في 8 سبتمبر 2022. عرب خبير ملكي آخر عن مخاوف بشأن احتمالية المصالحة بين الشقيقين الملكيين. وفي أثناء حديثه مع قناة جي بي نيوز، أوضح مايكل كول مراسل شؤون العائلة الملكية لدى هيئة الإذاعة البريطانية أن الادعاءات التي قدمها دوق ودوقة ساسكس ضد العائلة المالكة جعلت من الصعب إصلاح العلاقة بين الأطراف المعنية بسبب وجود الكثير من الضغائن. منذ انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى الولايات المتحدة